شاب أعمى بيكلم بنت جامدة من على تطبيق مواعدة، لكنه بيكذب عليها وما بيقولهاش إنه بيشوف، لأن مفيش بنت واحدة وافقت ترتبط بيه بسبب الإعاقة اللي عنده. بس لما بتعرف حقيقته بتتصدم فيه. وبيبدأ الفيلم بفينشانزو اللي مسافر مع والدته ريتشوني الإيطالية عشان يقضي معاها هناك أجازة الصيف، وبيقول لها ممكن ما تقوليش قدام أي حد إنك والدتي، مفيش واحدة هتوافق ترتبط بواحد جاي مع أمه، خلينا نقول إنك أختي الكبيرة. وبيطلب وقتها من موظف الاستقبال أوضتين سنجل لأنه مش عايز ينزل مع والدته في نفس الأوضة. أما دول ماركو وبييرو اللي مسافرين ريتشوني برضه في أجازة الصيف، بس والدة بييرو بتكلمه في التليفون وبتهزقه لأنه ساقط في ثانوي وطالع يصيف كمان. ليه يعني؟ هو الساقطين ملهمش نفس يصيفوا؟ وبيسأله وقتها هو انت جاي تعمل هنا ايه؟ فبيقول له ماركو معجب ببنت بقالي 6 سنين، بس هي مرتبطة بواحد من 5 سنين، وطول الوقت ده مستنيها تسيبه عشان اظهر انا مكانه. لا بجد والله انت بتهزر معايا ولا القصة دي حقيقية ولسه عندك امل ترتبط بيها؟ طيب ما تيجي توريهاني كده على البيتش وانا احكم ساعتها البنت دي تستاهل المرمطة ولا لا. وبيروح فينشانزو يقعد على الشط، بس كرة الشباب اللي بيلعبوا طايرة بتيجي تحت رجله، وبيجي فوريو وبيقوله ما رميتهاش ليه؟ بس لازم الرخامة دي يعني؟ بس بيشوف العصاية بتاعته وبيعتذرله لأنه ما يعرفش إنه أعمى. وساعتها بقى بيحب يتعرف عليه وبيقوله إنه هيعزمه على حاجة يشربها كتعويض يعني عن قلة ذوقه. وشوية وبيجوا بنتين جامدين وبيطلبوا كراسي من شاب قاعد، وبرغم انه اصلا ما بيشتغلش على الشاطئ لكنه بيقوم وبيساعدهم. بس بيجي في نفس اللحظة حارس الشواطئ وبيقوله ازاي تعمل كده من غير ما تاخد اذن مني، بس لما بيلاقيه طول بعضلات بيقوله تحب تشتغل معايا منقذ شواطئ؟ فساعتها بيوافق لانه بقاله كتير جدا بيدور على شغل. وبياخد بييرو وبيروح يوريه البنت اللي معجب بيها من 5 سنين في صمت، اللي اصلا بتكون بتعامله معاملة حقيرة، بس صاحبتها بتفتن عليها وبتقوله معلش هي متضايقة كده عشان بيبو سابها. بتتكلمي بجد والله؟ يا فرج الله. اما فوريو بيروح يعزم فينشانزو على حاجة يشربها زي ما وعده، وبيسأله وقتها هو انت مرتبط؟ فبيهزر معاه وبيقوله مفيش واحدة بترضى، زي ما انت عارف يعني الإعاقة اللي عندي حمل على أي حد. فبينصحه فوريو يحمل ابليكيشن ويتعرف على بنات اونلاين افضل، او ممكن ما يقولش انه اعمى اساسا، غير يعني لما البنت تعرف شخصيته وتحبه عشان صفاته الحلوة. وساعتها بياخد منه الموبايل وبيحمل الاب على تليفونه وبيكتب بقى في صفاته انه شاب اشقر وطويل عنده 22 سنة يا بنات الحلال. او فجأة بيخبط في بنت وولد معديين وساعتها بتعجبه ريحتها، وبيروح ماركو اللي بيحب في صمت ده عشان يسهر في نفس المكان اللي حبيبته سهرانة فيه، وساعتها بيشجعه صاحبه انه يروح يكلمها. فبتكون وقتها متغاظة من الاكس بتاعها اللي عمال ينشر صور لحبيبته الجديدة، ما هي اكيد يعني مفيش حاجة في دماغها غير مراقبة الاكس. اما دي كاميلا اللي قاعدة مع صاحبتها بي اللي بتكون بتعمل شات على نفس الاب اللي فينشانزو عمل فيه بروفايل، ولانها سنجل صاحبتها بتشجعها انها تكلم اي حد من التطبيق ده، وبتقول لها بصي في اكوانتات لولاد كتير هنا، لكن بيشدها صورة فينشانزو وبتحب انها تبعت له اد بس من تليفون صاحبتها. في اللحظة دي بيكون فوريو وفينشانزو قاعدين مع بعض وبيقولوا شفت الافكار يا ابني، جالك اول اد اهو. وساعتها بتقوله ان اسمها كاميلا بالرغم من ان اسم الاكوانت بي، وبيفضل يتكلم معاها طول الليل. والصبح بقى على الشط صاحبتها بتقول لها ممكن تليفوني اللي بايت معاكي من امبارح ده حصل بينكم ماتشنج ولا ايه؟ فبتكون كاميلا مكسوفة جدا من الكلام ده. اما فينشانزو بيتكلم مع فوريو وبيقولوا طلعت بنت مسلية قوي وعجبتني شخصيتها جدا، بس لحد دلوقتي ما قلتلهاش اني اعمى. وفي وسط ما هما بيتكلموا بتبعت له مسج او بيقول له عشان نبعت رسائل صوتية لبعض، اقنعتها ان التاتش بتاع الموبايل مش شغال. اما ماركو بيتصاحب على راجل عجوز يمكن يديله خبرته في الحياة ويقدر يتكلم مع البنت اللي بيحبها كلمتين على بعض بدل ما هي مش طايقاه كده بقالها 5 سنين. وساعتها بياخد بنصيحته وبيقوله ما تعاملهاش كويس، اول ما تشوفها تخانق معاها وتتريق عليها كمان.
فبيكون ماركو مش مقتنع بالكلام ده قوي، لكنه بيروح يعمل كده فعلا. لكن ساعتها بتكلمه عن الاكس بتاعها اللي سابها فجأة وقفل كل تليفوناته، تفتكر غير الخط بتاعه وما قاليش. فبيحاول يقرب منها بس بسكة تانية، مستمع جيد وصديق، اي حاجة المهم يبقى جنبها وخلاص. بس لما بيرجع بيقول لهم بعد كل ده قالت لي في الاخر انت زي اخويا، ينفع كده يا جماعة؟ فبيقولوا له ما انت الغلطان، هو انا يا ابني مش نصحتك من شوية تتجاهلها وتتريق عليها؟ او بعدين يعني في شعرة صغيرة بين انك تبقى اخ وما بين انك تسمعها كصديق. فبيحس ماركو ان مفيش فايدة والافضل ليه انه ينسى البنت دي ويشوف حياته، وبيقول لهم لا انا كده ابعد عنها احسن، واضح ان مفيش فايدة. اما كاميليا باين لها كده اتعلقت بيه، بس بتبقى مش عايزة تحط نفسها في الحتة دي، لانه في الاخر يعني ولد من على تطبيق مواعدة، ممكن تطلع اخلاقه مش كويسة، وبدل ما كانت هتبعت له رسائل بتمسح الرسالة، لكن بعد ثانية واحدة ما بتقدرش تسيطر على نفسها وبتبعت له انها محبطة شوية وعايزة تتكلم معاه. فبيسيب اي حاجة وبيحب انه يكلمها، وبتفضل تحكي له انها كانت شاطرة من وهي في المدرسة لحد ما كبرت، ولانها متفوقة جات لها منحة دراسية لكندا، بس مترددة تروح ولا لا لان عندها صحاب كتير هنا، ده غير ان كندا درجة الحرارة بتاعتها بتوصل لسالب 30 في الشتاء، الطقس هناك مش مشجع قوي يعني. ففي اللحظة دي بيطلب منها انهم يتقابلوا، وبتكون متفاجئة لما بتعرف انه موجود في نفس الجزيرة، وبتبقى صدفة غريبة جدا بالنسبة لها. ولما بتسأله هنتقابل على اساس ايه يعني، بيقول لها اكيد صحاب. فبتسأل صاحبتها تاني يوم تروح تقابله ولا لا، لكن صاحبتها بتقول لها انت لسه هتسألي؟ روحي طبعا، وايه المشكلة يعني؟ وبيجهز بقى هو وصاحبه عشان يروح يقابلها. فبيقوله فوريو ما تقلع النضارة دي بقى، ولا اقولك خليها، هي كده كده هتعرف دلوقتي. لكن فينشينزو بيبقى عايزه يمشي قبل ما كاميليا تيجي، بس فوريو بيقوله هو انت بتهزر؟ مش لما اوصلك للمكان الاول ما يمكن تتوه. او بيشوف فوريو صاحبتها اللي حاطه صورتها في الاكونت، او بيقوله اهي جات اهي، بس لما بتتكلم فينشينزو بيقوله لا مش هي خالص، البنت دي صوتها متغير. وفي اللحظة دي بتسمعه كاميلا وهو بيقول التانية صوتها أحلى كتير، ضحكتها تجنن، بنت مثقفة وذكية، لا بجد غير كل البنات اللي عرفتهم قبل كده. فبتيجي كاميلا وهو بيتكلم عليها، وأول ما بيسمع صوتها بيقوله أيوة هي دي، أنا آسف الحقيقة لأني ما قلتلكيش على قصة إني أعمى، بس كنت خايف لحسن ما تدينيش فرصة نتكلم مع بعض. لكن كاميلا بتطلع بنت كويسة وبتعرفوا إن ما بيفرقش معاها الحاجات اللي زي دي بتعزمه كمان وقتها على حاجة يشربوها. أو في اللحظة دي بتقوله الحقيقة وإنها كانت بتكلمه من تليفون صاحبتها، يعني لأنها شقرة وحلوة وستايلها مختلف كمان، انما هي لو كلمته من الاب بتاعها استحالة كان يبص عليها او تعجبه، لانها مش شايفة نفسها حلوة زي بي صاحبتها. لكن في اللحظة دي بيقول لها كلام بيفاجئها، وانه كان كده كده هيختارها لان كفاية ريحتها الحلوة. انت عديتي من جنبي من كام يوم على فكرة وريحتك لفتت نظري جدا، وبتكون دي البنت اللي خبطت فيه من كام يوم. وساعتها بيطلب منها يلمس وشها عشان يتخيلها، وبعد شوية بيطلب منها انه يجرب يسوق عربية الجولف وهي معاه، وبيقضوا طول اليوم مع بعض لدرجة ان والدته بتقلق عليه لما بيكون تليفونه مقفول، وبتفضل قاعدة كمان مستنياه قدام الأوضة. اما فينشينزو لما بيجي ما بيشوفهاش، بس بيحس ان ريحة والدته في المكان، ولما بينده عليها وما بتردش بيدخل اوضته على طول. وتاني يوم بيقول لفوريو انه رايح يقابل كاميلا، وانه مش فارق معاه شكلها حلو شكلها وحش، مناخيرها كبيرة صغيرة، وكده كده مش هيشوفها اساسا، وانه هيكمل معاها على اي شكل من الاشكال، كفاية شخصيتها الحلوة. وبيروحوا يتفرجوا مع بعض على ماتش طايرة على الشاطئ. واخيرا ماركو الغلبان بيخرج من الفريند زون، وبتقوله جوين ده اللي بيكرش عليها من 5 سنين انه كان عنده حق وحبيبها ده ما يستاهلهاش. اما والدة فينشينزو بتتفاجئ لما بتعرف ان عنده حبيبة، وبتتخانق معاه كمان، وبتقوله شاب زيك استحالة واحدة توافق بيه، ما يمكن يكون رهان او بتستغله لشيء ما. فبيزعل من كلامها جدا، وبيقول لها لازم تاخد بالها من كلامها اكتر من كده، مش لازم يعني لما يخرج مع بنت تفضل تدور وراها عشان تتأكد منها كويسة ولا لا، وانه بقى عنده 22 سنة ولسه بتعامله زي الاطفال.
فوالدته بتكون زعلانة منه ان كل هدفها تحافظ عليه عشان النوع اللي زي ده محتاج عناية خاصة. وبتحكي كاميلا لصاحبتها انها مرتاحة لفينش بس مش عارفة هتعرف تتأقلم مع الإعاقة بتاعته ولا لا، وبتروح له وقتها على الشط وساعتها بيقول لها هخليكي تشوفي العالم زي ما بشوفه بالظبط. وفي اللحظة دي بيغمى عينيها، الإكس بتاعها بيجي فجأة وهي قاعدة معاه، وهنا بقى فينش بيتصدم فيها، ولما بتحاول تكلمه بيرمي التليفون بتاعه في المية. وفي اللحظة دي بيروح لوالدته وبيقول لها كان عندك حق وإنه مش مناسب للارتباط زي ما كان فاكر. أما الصبح بيقول لصاحبه فوريو إن كاميلا طلع ليها حبيب أو اتصدم فيها، فبيكون فوريو أصلا مش قادر يقوله إنه كان يعرف، بس هو سابه يعيش أسبوع كويس، وطبعا بيكون زعلان منه. وبتتعمل حفلة غنائية في المكان وبيكون فينش بيتخطى إنها مش فبيقوله فوريو ما تكلمها، لكن فينش بيعرفه إن كرامته ما تسمحلوش بكده، فبياخده بالعافية على هناك عشان يتكلم معاها، لكن فينش برضه ما بيبقاش موافق وبيقرر إنه يسيب لها رسالة أفضل، وبتكون دي آخر رسالة ما بينهم. أما كاميلا لما بتقعد تقرا الرسالة بيكون كاتب لها فيها إنه بيشكرها على الأسبوع اللي قضاه معاها وإنه فعلا حبها بجد، لأنها ما حسستوش ولا مرة إن عنده عيب مش زي كل الناس اللي اتعامل معاهم قبل كده. فبتكون كاميلا متضايقة من اللي حصل معاها لأنها أكيد ما كانتش تقصد، هي جت تصيف وهي سنجل أساسا. أما الإكس بتاعها ده جه وراها عشان يصالحها. وبالنسبة لماركو بيتجرأ وبيطلع على المسرح وبيكون مصمم إنه يعترف لها بحبه، وبيعرفها كمان إن بقاله 5 سنين بيجري وراها لكنها مش حاسة، وبتحطه في الفريند زون من بدري. فبتكون صاحبتها في الوقت ده فاتحة لايف وجويندا طبعا بتشوفه، وبدل ما كانت ماشية بتقرر إنها تستنى. أما كاميلا بتفاجئه وبتروح له البيت، حتى جويندا كمان أخيرا بتروح لماركو، وأخيرا ماركو يا جماعة بيخرج من الفريند زون. وبتحكي له كاميلا إنها حابة تبدأ معاه حياتها من جديد، بس للأسف عايزة تسافر كندا عشان تعمل ماستر، فبيفتكرها إنها بتحاول تهرب منه بس بطريقة شيك. بس كاميلا بتقوله لو أنت هتفكر بالشكل ده أنا مش مسافرة أساسا، كده كده كندا مش على مزاجي أصلا. أو في النهاية كاميلا بتسيب دراستها، ما هي كده كده اخرتها المطبخ، او بتفضل انها تختار العريس. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.